طبعا زي ما متعودين بنلاقي اي حاجة في النيل، يعني لقينا المركب بتاعة النظافة، لقينا المركب بتاعة الجاز والبنزين. فالطبيعي ان احنا برضو نلاقي فرقة احتفالات نوبية في قلب النيل واحنا ماشيين، بتشاور لهم بيجوا لغاية عندك في الزودياك بتاعك او المركب اللي انت راكبها، وبيغيروا بقى الجو خالص يعني. طبعا الناس المهتمة بالأحجار يعني زي حالاتي، وبالجرانيت تحديدا والديوريت والساينايت والأحجار اللي بنشوفها في توبيت السرابيوم وبنحاول نفسرها لغاية دلوقتي ومش قادرين نوصل. انت ماشي هنا في متحف يا باشا، متحف أحجار بس. طبعا النوبة بالنسبة لنا هي المشاهد اللي هتبدأ تظهر دلوقتي، هي دي اللي في أذهاننا وفي خيالنا. وطبعا المشهد في الطبيعة مختلف تماما، الأجواء كلها أجواء احتفالية، الأجواء كلها أجواء شتوية. كل حاجة بتقابلك بجد يعني مسخرة لإسعادك، كل حاجة بتقابلك في النيل مسخرة لإسعادك بجد. طبعا انا مش عارف ازاي الناس دي وصلت بعربياتها هنا، بس اكيد هما حجزوا اقامتهم في قرية غرب سهيل، القرية النوبية. الممر ده اخر، يعني احنا هنخش من اوله وهيبقى الخارجة بتاعتنا من هنا ان شاء الله. طبعا زي ما احنا شايفين النوبة كلها مبنية على حجر الجرانيت والديوريت الموجود في سقارة. السلام عليكم. اهلا بكم في القريه النوبيه غرب السهيل. احنا بنتشرف طبعا بالمصريين من كل مصر، اسكندريه، القاهره، منصوره، زقازيق، كل حته.